السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن واسعد حال. الحلقة 19 من مسلسل جعفر العمدة. لايك واشتراك ويلا بينا نعرف ايه اللي حصل في احداث الحلقة. بعد ما عايدة رجعت على البيت شافتهم كلهم متجمعين، قالوا لها امال فين جعفر؟ قالت لهم ان جعفر اتقبض عليه علشان لقوا معاه مخدرات في المطار. كلهم هيستغربوا، هيقولوا لها مخدرات دي جات له منين؟ قالت لهم معرفش، بس هو قال لهم ان انا طليقته ومش معاه، وان احنا اتقابلنا بالصدفه في المطار. كلهم هيفضلوا يصرخوا ويصوتوا وهيقولوا هو ايه اللي بيحصل لنا ده؟ بس ايه اللي بيجرى لنا ده؟ نعيم هيقول ده اكيد حد مدبرها له، حد عايز يلبس قضيه لجعفر. وكلهم هينزلوا ويجروا على المطار علشان يشوفوا ايه اللي حصل. وهيسألوا عايدة وهيقولوا لها انتي مش هتيجي معانا ولا ايه؟ قالت لهم لا، انا راجعه من السفر وهستريح شويه وبعد كده هبقى اروح له. وبعد ما ينزلوا على طول هتطلب كارم وهتقابله وهتقول له ان هي عملت كل اللي هو قال لها عليه. بعدت جعفر عن البيت علشان يعلم على اهله في المنطقه وهو بعيد. وكمان قالت له ان احنا ما اتفقناش ان انت هتلبسوه قضيه مخدرات. كل اتفاق ان انا ابعده عن البيت في اليوم اللي هيخرج فيه شوقي من السجن علشان خاطر تعلموا على اهله في الحاره كلها وقدام الناس كلها. لكن ان انتوا تلبسوه قضيه مخدرات واشيل ذنبه معاكوا، لا انا مش هسمح بكده. هيزعق لها وهيقول لها دي حاجه ما تخصكيش، انت مش خدتي الفلوس اللي انت طلبتيها. وهيهددها وهيقول لها ان هي لو فتحت بقها بكلمه جعفر اول واحد هو اللي هيكون مموتها علشان ياخد حقه منها. وهيقول لها ولا كاننا اتقابلنا ولا كاننا شفنا بعض. وهيفكرها وهيقول لها ما تنسيش ان جعفر ده هو اللي كان السبب في موت ابوكي جوه السجن، ولا نسيتي ان هو مرضاش يديكي الفلوس اللي انت كنتي عايزاها علشان تخرجي ابوكي براءة وتسدي الديون بتاعته، لكن هو مرضاش يديهالك وخلى ابوكي ان هو يموت بحسرته في السجن. ده انت المفروض تشكريني علشان انا خدتلك بتار ابوكي من جعفر العمدة، احنا الاتنين مصلحتنا واحدة. عايدة هتقتنع بكلامه وهتسيبه وهتمشي. وبعد ما بلال شامة هيفضل يخبط على سيف كتير وسيف عمال يقرا قرآن وهو مش عايز يرد عليه ولا يرد على الباب ولا هو اصلا عارف مين اللي على الباب. بلال شامة هيفضل ورا الباب لحد ما سيف هيقوم علشان يفتح الباب، لكن مش هيلاقي بلال، وهيلاقي بلال ان هو مشي ومش هيعرف اصلا مين اللي كان بيخبط عليه. في الوقت ده هيمسك التليفون وهيشوف مكتوب على النت ان جعفر الجمدة اتقبض عليه في قضية مخدرات. هيتخض جدا وهيتفزع وهيروح علشان يعرف ايه اللي حصل. هيروح هيخبط على الباب، سوريا هتفتح له وهيقول لها ايه اللي حصل. هتقول له ان في ناس ولاد حرام دسوا مخدرات لجعفر في الشنطه بتاعته في المطار، لكن ما يعرفوش مين اللي عمل كده. هيقول لها طب ازاي؟ طب انتوا مقومين له محامي؟ قالت له اه طبعا احنا مقومين له محامي كبير. سيف هيطلب اسم المحامي من سوريا، ولما يروح للمحامي هيقول له ان المخدرات دي اتحطت لجعفر في المطار، وهيطلب ان هو يقدم طلب علشان خاطر الكاميرات بتاعه المطار تتفرغ. وفعلا المحامي هيعمل كده وهيقدم طلب للنيابة بتفريغ كاميرات المطار. اما بقى بالنسبة للحلقة ال 18 اللي لسه ما اتفرجش عليها، فالحلقة بتبدأ لما سيد بيشوف وداد مراته قاعدة مع شوقي في الكوشة، وبينزلوا كلهم علشان يشوفوا ايه الحكاية. وبعد كده هينزل وهيقول لها ازاي انت بتتجوز مراتي؟ وهي هتبصله كده وهتقول له هو انت ما تعرفش مش انا خلعاك من 7 شهور؟ هيقول لها خلعاني من 7 شهور ازاي؟ وكنتي عايشة معايا وعلى ذمتي ازاي؟ وقعدتي معايا ال7 شهور دي ازاي؟ وهو هيكون عمال يعيط ومش مصدق من الكلام اللي اللي وداد بتقوله له. كلهم هيبقوا متفاجئين، حتى كمان نعيم هيبص كده وهيقول لها انت ازاي كده؟ قالت له طب ما انت كمان كلب سيدك، انا كنت قلت لك حاجه؟ انت كلب جعفر يا نعيم. في وسط الناس هيعلي صوته وهيقول ان اخته فجره. الناس كلها هتسمع وهيقول خلاص ما بقاش في حاجه ان انا اخبيها، الناس كلها شايفه فضحتنا بعينيهم. وهيقول ان ولاد بنت حرام. وهي هتبص لاخوه لشوقي كده وهتقول له شفت الاخوات ده بدل ما يقول لي مبروك. وبعد كده شوقي هيقول لهم بقول لكم ايه، علوا الصوت. وهيفضلوا مكملين في الفرح. واول ما هيطلعوا على البيت سيد مش هيكون مصدق نفسه، حتى نعيم هيفضل يدعي على اخته وهيفضل يشتم فيها وهيقول انا مش عارف دي اختي ازاي. سيد هيقول انا هموت، انا مش عارف اعمل ايه. وهيطلع يجري على الاوضه وهيجيب مسدس علشان خاطر يقتلها. وكلهم هيمسكوا فيه وهيقولوا له اوعى اوعى تنزل. ونعيم كمان هيمسك منه المسدس وهيشده قبل ما يعمل بيه حاجة. وكلهم هيفضلوا يهدوا في سيد لحد ما يقولوا له استنى جعفر لما يجي وهو هيتصرف. وصيفة هتروح لفتوح وهتقول له روح لم لحمك، بنتك فضحتنا، فضحتك ولبستك العار.
وهتقول له عملت لك ايه الفلوس اللي انت عمال تكنس فيها من زمان؟ كنت دايما سايب بنتك عماله تتصرمح رايحه جايه وترجع اخر الليل، وفي الاخر اهي وطت دماغنا كلنا في الطين، وبقت لحمك انت مش لحمنا احنا. وبعد كده هيتصلوا بجعفر وهيقولوا له على اللي حصل. وبعد كده هنلاقي كمان شوقي دخل البيت وواخد وداد وبيقول لها خلاص ان هما النهارده ليله دخلتهم وان هو لازم يتبسط. كارم وامه هيبقوا قاعدين مع فتح الله وهيقول لهم انتوا ازاي ما تقولوليش حاجه زي كده، وازاي تخلونا نتفاجئ في وسط الناس؟ هيقولوا له ما احنا كنا لو قلنا لك ما كنتش هتخلينا نعمل كده، كده احسن، كده احنا علمنا عليهم. وهيكونوا مبسوطين قوي. ودادا هتكون بترقص لشوقي وسيد شايفها وعماله تغيظه وهتفتح الشباك اكتر علشان توريله نفسها. سيد هيسحب سكينه وهيطلع يجري عليهم علشان يموت شوقي، لكن شوقي هيمسكه وهيسحله على الارض وهيفضل يضرب فيه، وهتكون خناقه كبيره جدا. كل رجاله بيت جعفر العمده هيتضربوا، نعيم وسيد، وحتى الستات هتنزل عشان تدافع، لكن محدش هيجي جنبهم، بس هيفضلوا يصوتوا ويلطموا على اللي هم شايفينه بيتعمل في رجالتهم. وكريم هيقول ان اي واحدة من الستات هتفتح بقها هتاخد بالجزمة. وصيفة هتسمع كده وهتقوم علشان تضربه وهتقول له جزمة يا جزمة، وهتفضل تضرب فيه، لكن كريم مش هيمد ايده عليها وهيكتفي بس ان هو شايفهم مذلولين كلهم قدامه. شوقي وكريم وفتح الله هيروحوا البيت بعد الخناقة، وفتح الله هيقول لهم جعفر أول ما هيرجع ويعرف اللي اتعمل في بيته انتوا الاتنين هتحصلوا يوسف. كريم هيبص له وهيقول له بقول لك ايه، مش لو رجع اصلا. وبعد كده جعفر هيكون في المطار علشان خاطر يرجع على مصر، وهيكون نعيم مش مصدق نفسه اللي حصل، وهيكونوا قاعدين في المكتب كلهم وسيد قاعد مكسور. جعفر هيتصل بوصيفة وهيقول لها ايه اللي حصل، هتفضل تحكي له ان هم ضربوهم وضربوا سيد ونعيم وعلموا عليهم في قلب المنطقة وفضحوهم، وان هم قاعدين في المكتب ومش عارفين يخرجوا. في الوقت دوت هيكون سيف قاعد عمال يقرا قرآن وعمال يعيط، وهيكون الباب بيخبط، وهيكون بلال هو اللي على الباب. هيفضل يخبط لكن سيف مش هيفتح له الباب. وبعد كده هنلاقي جعفر قاعد في المطار وفي واحد عمال يراقبه اللي معاه المخدرات اللي عايز يحطها له في الشنطة. هيفضل قاعد جنب الشنطة كده لحد ما جعفر هينشغل وهيقوم فاتح السوستة وحاطط المخدرات جوه الشنطة بتاعت جعفر. وبعد كده جعفر هيرجع جنب الشنطة تاني، هيكون الراجل قام وساب المكان. وبعد كده هنلاقي سيد قاعد مع وصيفة ونعيم وبتقول له انت هتقعد تحط رجل على رجل كده يا سيد، واخوك جعفر هيجي ياخد حقك. قال لها انا نفسي في مرة انا اللي اخد حقي بنفسي يما، ما ينفعش ان انا كل مرة ابقى حاطط رجل على رجل واخويا الصغير هو اللي يجيب لي حقي. وهيفضل يتكلم معاها ان هو مكسور وان هو نفسه يحس ان هو الكبير مش بالسن بس. وصيفة هتقوله ان مفيش فرق بينه وبين اخوه سواء الكبير او الصغير، ان المهم ان الحق يرجع لهم تاني. وهم قاعدين مصطفى هيخبط عليهم وهيقول لهم انه كل الناس جت من الطيارة اللي كان راكب عليها جعفر إلا هو، لسه ما خرجش هو وعايدة. هيقولوا له ازاي؟ هيقول لهم مش عارف، حتى السواق كان مستني مفيش حد خرج. عايدة هتدخل ورا مصطفى جري وهتقول لهم ان جعفر اتقبض عليه بسبب ان هم لقوا معاه مخدرات، وقال لهم ان هي دي طليقته ومش مراته واتقابلوا صدفة علشان ما يتقبضش عليها. وبكده تكون حلقة النهاردة خلصت. اتمنى الحلقة تكون عجبتكم، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم على خير، مع السلامة.